أنا نحب نعطي تحية لأمهاتنا وآبائنا اللي صمودنا في السجون لعشرات السنين كان من خلال وقفتهم الحازمة. كانت لهم وقفة حازمة مع السلطة جعلتهم يقويوا العزيمة متاعنا ونصمدوا وما نتخاذلوش. فنطلبوا لهم الرحمة إن شاء الله وطول العمر لبقية آبائنا وأمهاتنا. المسألة الثانية هي لبناتنا وأبنائنا اللي قصة صغيرة في شكل أبيات عشتها شخصيا سنة 92 في زنزانات الداخلية. والحال أني في الوقت هذاك كان ابني عمره سنة، وعند دخولي للزنزانة وجدت أخ سبقني في هذه الزنزانة، وكان الرابط بيننا والحمد لله هو روح التآخي والتآلف والتحابب. فكان الأخ هذايا متفائل في الظرف هذاك، كان متفائل. والأبيات اللي باش نقولها لكم توا هي قليلة ولكنها معبرة. ابني كان اسمه أحمد والعبد لله اسمي جمال، فكان في الظروف هذيك باش يخفف عليا قال لي استحضر أبيات معبرة يقول فيها: أحمد اليوم تشد الرحال بدرب الخطوب لتحيي الأمال، حبيب القليب كثيف الزغيب أبوك سجين عسير الوصال، ما ذنب الرضيع وأم الرضيع يعيشان هجرا لأجل جمال، داعي عنك لومي فذاك جدال وصوني صغيري لوقت سجال. السلام عليكم.